السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. يلا بينا النهارده بفيديو مشتريات السوق، هنشوف مع بعض اشترينا ايه واشترينا بكام. مشتريات النهارده كانت ب150 جنيه. تعالوا نشوف مع بعض اشترينا ايه وايه الطلبات اللي جبناها من السوق مع بعض. يلا بينا نبدأ الفيديو معانا. اول حاجة كده جبت فلفل، نص كيلو فلفل كان عامل 5 جنيه. تمام. جبت برضو فلفل اللي هو الحراق، وجبت كيلو خيار كان عامل 10 جنيه، وكمان ليمون نص كيلو كان عامل 20 جنيه، وجبت شهد. تمام. دول كانوا عاملين 35 جنيه، هما 3 كيلو. وجبت كيلو مانجا كان عامل 50 جنيه، وكمان جبت بتنجان نص كيلو برضو كان عامل 5 جنيه، وجبت بامية كان عامل 20 جنيه برضو نص كيلو، وجبت هنا جرجير ب5. تمام. بس كده ادي المشتريات اللي انا جبتها من السوق، كانت عاملة 150 جنيه. يلا بقى بينا كده ايه نغسل الخيار كده مع بعض، عشان لما ندخل حاجة في التلاجة تبقى ايه نضيفة. بدأت كده ايه ان انا اغسل الخيار. عاملين ايه انتوا؟ يا رب تكونوا بخير، تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال يا رب. فيديو النهاردة يا بنات تشجيع جدا، وهيشجعك خليكي تقومي تشوفي كل اللي وراكي. تمام. خلاص كده خلصت الخيار. هبدأ برضو ان انا اغسل مانجا. تمام. خلاص كده برضو خلصت. وهبدأ ان انا اغسل كده ايه الشهد برضو كده، هشطفه برضو كده شطفة كده بسيطة برضو على ايه الحوض. خلاص كده خلصت. بوريكوا كده ان انا غسلت كده كل حاجة. يلا بقى بينا كده ايه نلمع التلاجة. فضيت التلاجة خالص، وهبدأ ان انا ألمعها قبل ما احط فيها ايه مشتريات السوق. لازم كل مرة تجيبي فيها المشتريات تنظمي التلاجة بتاعتك عشان تبقى ايه نضيفة كده. بدأت كده ان انا ايه امسح التلاجة وامسح الارفف عشان تبقى نضيفة كده من جوه. طبعا بمسحها كذا مرة. تمام. هنا برضو من تحت كده حتى الدرج برضو اللي من تحت
غسلته كده برضو ونضفته. خلاص كده اخر حاجة كده ايه في التلاجة. ايه رأيكم بقى كده في التلاجة بعد ما نضفتها كده وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده بتلمع من النظافة. تمام. خلاص يلا بينا كده ايه هوريكم الغدا. غدانا كده بسيط، عملت بتنجان وسلطة، وقطعنا برضو شهد، وعملنا شيبسي. ده معمول بيتي يا بنات، لو عاوزين قولولي وانا هعمل لكم الوصفة في القناة ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. خلاص اتغدينا والحمد لله. يلا بقى بينا كده ايه ننضف كده الأوضة. كانت محتاجة ايه انها تتنضف وتشيل الفرش وتحط فرش نضيف. فتعالوا كده ايه نعملها كده مع بعض ونتشجع سوا. فيا بنات ما تنسونيش في اللايك، ولو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي تشتركي وتكتبي لي كومنت حلو زيك. وعايزة يا بنات كومنتات كتير ولايكات كتير قوي قوي على الفيديو ده، فما تبخلوش عليا باللايك. خلاص نفضت كده ايه الكنبة الاولى، فدخلت على الكنبة التانية وبدأت ان انا انفضها برضو. نفضها كويس. خلاص كده هطلع الفرش برا، وهجيب كده المكنسة بتاعتي وهبدأ ان انا اكنس الارض. زي ما انتم شايفين كده ايه. خلاص كده خلصت، ما خدتش معايا وقت. هبدأ كده على طول افرش كده ايه الكنب كده. هظبط كده ايه الكنب كده والفرش. احب كل حبايبي اللي بتكتبولي كومنتات حلوة ويكتبولي كلام حلو، شكرا قوي قوي من قلبي، شكرا ليكم. كلامكم بيفرحني وبيسعدني، وجودكم في القناة ده شرف ليا. خلاص كده انا خلصت وظبطت الدنيا كده. هبدأ ان انا احط المخدات. تمام. خلاص كده ندخل كده على الكنبة التانية برضو. هبدأ برضو ان انا ايه افرشها. هظبطها برضو. هبدأ كده ايه اظبطها كده.
تمام. زي ما انتوا شايفين كده ايه، خلاص كده انا خلصت. على طول كده ايه هحط المخدات. خلاص كده اخر حاجة همسح كده ايه الارض، هديها كده مسحة سريعة عشان الاوضة ايه تبقى زي الفل. تمام. يلا قومي كده وتشجعي معايا، لو وراكي حاجة قومي اعمليها. وراكي التلاجة محتاجة ان هي تتنضف نضفيها، وراكي اوضة كده ايه محتاجة ان هي تتظبط برضو ظبطيها كده ايه معايا. يلا كده ايه سوا نشوف ايه اللي ورانا كده ونتشجع مع بعض. خلاص كده انا خلصت مسح الأوضة، وادي شكل الأوضة بعد ما خلصتها بقت زي الفل. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون كان خفيف على قلوبكم وعجبكم. متنسونيش في اللايك، ولو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي اتمنى ان انت تشتركي. مع الف سلامة.